القضية بين الولايات المتحدة وإيران ليست مجرد تصريحات سياسية قوية، بل تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى استعدادات عسكرية فعلية على الأرض. أمريكا نقلت أكثر من 50 طائرة مقاتلة حديثة من طراز F-35 F-22 و F-16 إلى منطقة الشرق الأوسط خلال 24 ساعة فقط، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق في التحضير لأي مواجهة محتملة. هناك تعبئة واسعة للقوات البحرية والجوية الأمريكية في نطاق قريب من إيران، بما في ذلك نقل حاملتي طائرات وأكثر من 150 طائرة عسكرية محملة بأسلحة وتجهيزات. هذا الحشد لا يشبه المناورات العسكرية الاعتيادية، بل يشير بحسب مصادر استخباراتية أمريكية إلى احتمال عملية عسكرية كبيرة تمتد لأسابيع وليست مجرد ضربة سريعة. السبب الأساسي يكمن في التوتر حول البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الراهنة التي لم تحرز تقدما، فضلا عن التصعيد الإقليمي بين طهران وحلفاء واشنطن. واشنطن تريد أن ترسل رسالة قوية بأن لديها القدرة على تنفيذ ضربة واسعة إذا فشلت الدبلوماسية، بينما تقول طهران إنها تتدرب على سيناريوهات الرد القتالية وتستعد لأي هجوم محتمل، بما في ذلك تدريب قواتها على مواجهة الضربات الجوية. هذه الاستعدادات الإيرانية ليست مجرد كلام، بل تشمل حماية وتعزيز مواقعها العسكرية والنووية وتحضير استراتيجيات دفاعية، وهذا يعكس أن الطرفين يأخذان احتمال التصعيد العسكري على محمل الجد. هل الضربة قريبة جدا؟ هنا يجب أن نكون واضحين. هناك استعدادات فعلية وتحشيد عسكري كبير، وهذا لا يمكن تجاهله، لكن حتى الآن لم يصدر إعلان رسمي من واشنطن ببدء عملية عسكرية فعلية. التحركات الأمريكية تظهر جدية الاستعداد، لكنها لا تعني أن الضربة قد بدأت بالفعل. كثير من المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن الخيارات ما زالت مفتوحة بين الضغط الدبلوماسي والتصعيد العسكري، وأن التفويض النهائي لم يصدر بعد. إذا قررت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة، من المرجح أن تكون مدروسة أمنية وليست عشوائية، تستهدف مواقع محددة مرتبطة بالبرنامج النووي أو القدرات العسكرية الإيرانية. في نفس الوقت لن تبقى إيران صامتة، فهي أكدت استعدادها للرد، وقد تشمل هذه الردود إطلاق صواريخ باليستية أو هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة، مما قد يرفع التوتر إلى مستوى أوسع. العالم يشهد لحظة حساسة في العلاقة بين القوتين. واشنطن تطوق سماء المنطقة بطائراتها وجنودها، وطهران تشدد تحصين مواقعها وتستعد للرد. السؤال الحقيقي لا يكمن فيما إذا كانت الضربة ستحصل، بل في متى وكيف ستبدأ، وهل سيكون الخيار الأخير هو الحرب، أم أن الطريق الدبلوماسي لا يزال مفتوحا. هذه اللحظة توضح أن التوتر وصل إلى مرحلة لم نعد نتحدث فيها عن تهديدات كلامية، بل عن استعدادات عسكرية حقيقية على الأرض، وهذا وحده يستحق وقفة تأمل.